وبيحاولوا يسعفوه. وفي الوقت ده بيجي دور شنطة الإسعافات اللي في الحمام اللي عزت كان كل شوية يقول عليها. وبعدها الباب بيخبط وبيروح حسن يغير هدومه ويفتح الباب وبيلاقي أم إبراهيم بيقول لها إن عزت بيه طلب منه يديها أجازة ويديها فلوس، ويقول لها خدي لك كام يوم أجازة. وطبعا هي بتشك، وأول ما بتخرج بتتصل بالشخص اللي بتبلغه الأخبار اللي بيكون ياسر المحامي. وهاني السني بيقابل طليقته وبيطلب منها ما تسافرش غير لما يخلص شغله، وهي بتقول له خليك انت براحتك واحنا كده كده هنسافر، وبتقول له انت طماع وده اللي دخلك السجن. وبنشوف حسن وهو قاعد جنب عزت وهو تعبان لانه حاسس بالذنب بسبب اللي حصل. وبيروح هاني السني يقابل الأستاذة وبيلاقيها قتلت فادي. والظابط بيروح يسأل على حسن في محل الموبايلات اللي كان بيشتغل فيه. وبعدها هاني السني بيروح له البيت وبيهدد أخته وجوزها وبيقول لهم حسن مرجعش البيت. وأم إبراهيم بتروح للمحامي المكتب وبتكتشف إن المحامي ده مجند أم إبراهيم عشان تجيب له أخبار عزت، لأنه عايز يسرق عقد أرض من عند عزت. وكل ده لأن إبراهيم ابنها محبوس والمحامي مفهمها إنه بيخلص له قضاياه. والظابط بيروح على بيت حسن وبيسأل على حسن وبيقول لهم لو ما تعاونوش معاه هيتحطوا في مشكلة. وحسن بيكون مشغول بموضوع الفلوس راحت فين بالظبط، محدش يعرف مكانها غير ندى. وبيدخل المكتب ويدور تاني وبيكتشف وجود كاميرا، وهنا بيفتكر ان ممكن يكون عزت شافه وهو بيخبي الفلوس في التكييف وهو اللي اخدها. وبيمشي ورا السلك بتاع الكاميرا لحد ما بيوصل لأوضة مقفولة بيقفل من بره، وبيجي في باله ان لو دخل الأوضة دي هيقدر يعرف من تسجيلات الكاميرا مين اللي اخد الفلوس. والحمد لله عزت بيخف وبيفرح لما بيلاقي حسن وندى جنبه، وبيكون ناسي ان حسن هو اللي زقه وعوره. وندى بتقول له انت وقعت واتعورت، وبيقول لهم ان النهارده عيد ميلاده وبيطلب منهم يحتفلوا معاه. وفي الوقت ده الشاب اللي شغال مع هاني السني بيركب كاميرا في بلكونة الشقة اللي أجرها، وبتكون كاشفة فيلا عزت من فوق، وبيتأكد إن حسن وندى موجودين جوه الفيلا. وبالليل وهم